قبل أن نستمع إلى هذه القصيدة، أريد مداخلة من الشيخ، أظن الشيخ هذا أنا تكلم. نعم، إذا الآن نستمع إن شاء الله إلى هذه القصيدة من الأستاذ زمزمي عبد الغني إذا كان موجودا. نعم. أوكي عفوا. بعد هذه القصيدة إن شاء الله يستعيد للإلقاء شاعر دار الحكمة إن شاء الله. مباشرة بعد هذه القصيدة شاعر دار الحكمة إن شاء الله يتيفنا بقصيدته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة الخليفة العلامة المحمدي العلي الشيخ عبد القادر إبراهيم بخاري، مؤسس ومدير هذا المركز العلمي الفياد، شيخنا الحنون المنوار حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم ورحمة الله في الأرض، الحاج أحمد عيلاء إبراهيم بخاري المختار، رئيس الجلسة معالي البروفيسور الجهابذة أجمعين بما فيهم حياتي وسرها الشيخ عبد اللطيف إبراهيم محمد سعيد الأومي. بالله يعني الوقوف على البروتوكولات حاليا فقط سأدخل في القصيدة يا شيخنا. عنوان القصيدة: الدعاء للميت بين المنع والجواز. ماذا أتت يدنا البيضاء أنبابا، والشعر بعد لها لم يسنو الباب. ماذا تسوقه وفيها الاهتزاز قدا، يبدو وقبل ترى ما رعى بل طابا. وهل لها أي قول كالجواب لما سئلت عنه، وإني كنت حلابا. هذا السؤال سؤال في إجابته أتى فريق وهم يعدون أحزابا. أتى فريق وهم يعدون أحزابا. هم حرموه وقالوا كان من بدع، وشبهوا من له ياتون أكهابا. قالوا كحجتهم تبعا لما فهموا من سورة النجم، فهما سد إدرابا. وذاك أن ليس للإنسان أيهم إلا الذي قد سعى من قبل أنجابا. فجاء من غيرهم رد وحجتهم على وتبيانهم كم كان جذابا. حكم الدعاء لميت حسب رأيهم حكم لمباح وفعلا ليس ما عابا. تليا أتوا بحديث قال أفضلنا أما ينال امرأ إن مات أو ضابا. ولو سئلت فإني شفتني رجلا أجيزه مثلهم إذ تهم آدابا. أجيزه مثلهم إذ تهم آدابا. أليس من سعي ميت ولده. أنت وما شئت دلالك بلونا نبي وأليس للإنسان إلا ما سعى. so èmi máa ń bi wọ́n wípé sàáhùn sáàyù yẹn alaysa min sa'yi maytin wulduhu fa idha da'a lahu sa'yuhu bil khayri hal khaba. دعني أقول أنك يا مختار في حججي كم جل قولك معنا ساد عرابا. كم جل قولك معنا ساد عرابا. جاز الدعاء لمن أنا مضوا وفنوا تبعا لما قد قرانا عنك يا نبا. شرحا روى مسلم البيطار أن
أنك من علمتنا أن بعد الموت أحقابا وأن ما بعده خلد سيدخله كل شر الدين بالدنيا ومن تاب فقلت أن نرحم الموت بهدية وأن نسقيهم بالجود أكوابا فهل جنا نسل إبراهيم والدنا ذنبا وهل هم غذوا يا حفل إذ نابا ذنبا وهل هم غذوا يا حفل إذ نابا كلا أجيبوا أكن يأتي يكفرنا أنا بطه اقتدينا لا بمن سابا أن اقتدينا بطه لا بمن سابا قولوا له إن هدي الله يصحبنا وكم به قد سقينا الجل أنابا قلوبنا في يقين أن والدنا فينا انجلى بل هلال في رداوس قد آبا فينا انجلى بل هلال في رداوس قد آبا يا ابن البخاري الذي الإنصاف يفقده والبر يبكيه حتى كل من طاب انظر وراءك كيف الله ذهبه جزاء سعيك فوق الأرض تذهب انظر بنيك ترى الأمصار تغبطهم وكلهم قد غدوا في اليوم أربابا خلق ما بينهم من وداد ظل يسكرنا وذاك طيبهم بعديك تطيابا خلقت جودا وإخلاصا ومكرمة فيهم فصاروا بهذا الشان أنيابا جعلت حب رسول الله دعوتهم وهم به عرفوا في الأرض أقطابا وهم به عرفوا في الأرض أقطاب إن الصلاة على المختار صبحتهم وكم يرحبهم مولاك ترحابا وكم تحييهم الحضرات أجملها والكل كاد لهم يبدون طلابا والكل كاد لهم يبدون طلابا قد بان يا والد الأبرار برك في جميعهم نعم ما أنجبت إنجابا ذكرك ما دام فينا الروح باقية فليس ينساك إلا كل من ذاب فليس ينساك إلا كل من ذاب عليك رحمة رب الخلق أجمعهم يا شيخنا يا ولي يا الله يا بابا يا بابا يا شيخنا يا ولي يا الله يا بابا. ما شاء الله بارك الله فيكم. حياكم الله. القصيدة راعية والإلقاء أيضا رائع. وما عجبني كثيرا في القصيدة قدرة الشاعر على الاقتباس من القرآن الكريم وتضمين هذه الاقتباسات في قوالب الشعر بدون انكسار ولا اضطراب في الوزن. بارك الله في شاعرنا الزمزمي. أطعفتنا كثيرا وعالجت موضوعا كان موضع اختلاف بين العلماء. بهذا نرى بأن أدبنا الآن يميل إلى الأدب الإسلامي حيث لم يكن أدبنا فنا للفن فقط وإنما هو فن لهدف ديني. جزاكم الله خيرا.